اللي نزلوا من غير ما يفكروا ومن غير ما يحتاجوا أي حاجة تدفعهم لده غير شعورهم. معانا مين؟ معانا الأستاذ محمد سعد خير الله، مؤسس حركة مناهضون ضد الأخونة. أهلا بيك يا أستاذ محمد. الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر. أهلا بيك يا أستاذ سوزان، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. وأهلا بمصر كلها وهي بتمارس أبهى صور الديمقراطية الشعبية الحقيقية في انتخابات هتتخطى نسبة 60% بس عشان يبقى في مصر كلها عارفاه. ومفيش في أعتى الدول الديمقراطية، يعني لما جاء أوباما في الانتخابات الأمريكية، وما جاء هولاند في الانتخابات الفرنسية، وما جاء جيمس كاميرون في الانتخابات البريطانية، في دول هي واحات الديمقراطية لم تتجاوز نسبة المصوتون من الجداول الانتخابية أكثر من 60%، وده اللي احنا رايحين له بالمناسبة يعني. طيب كويس، يعني احنا كمان كلامك بتقول مؤشرات هنتخطى 60% ان شاء الله. يعني هنوصل ل 60% من خلال غرفة العمليات المركزية اللي الجبهة نظمها برئاسة المستشار طارق محمود على مستوى الجمهورية. احنا متابعين لحظة بحث في كل المحافظات، النسبة هتبقى 60 او هتتجاوز قليلا ال 60%. وده بالمناسبة غير مسبوق، عشان نبقى احنا بنتكلم كلام سياسي حقيقي وليس استغاثات من اعلام في علامات استفهام كثيره جدا عليه. له الكثير من المآرب الاخرى. الانتخابات المصريه نسبه المشاركه فيها نسبه مرضيه جدا جدا جدا. اول مره نشوف عالم بينزل برقصات سيكولوريه، شعب يبهر العالم الاحتفال بالديمقراطيه بتاعته، ورئيسه المنتخب القادم المصطفى حواليه جموع الشعب المصري. بشكرك الأستاذ محمد سعد خير الله، مؤسس